كنت في كوبا وكنت على شاطئ هافانا، وشُفت رجل وزوجته جالسين على يعني على الشاطئ، وكوبيين كذا وكبار في السن، أعمارهم يعني في ال50 وطالعين يتمشون. فالرجل كان يسألني يقول لي يعني يعني وين رايح؟ فقُلت له عربية سعودية. فزوجته جنبه قالت: "أوه تروريستو." فهمت؟ يعني إرهابي أو شيء. وهي جنبه وهو صغير وهي أكبر منه كثير، فهو زي اللي يسكتها كذا، يبي يظهر أمامي إنه قاعد يعاقبها على تلك الكلمة. فهو قاعد ينظر لنا إنه في سياق يعني المشاكل اللي شارة في الشرق الأوسط، داعش وهذه الأشياء. ترى هذا تصورهم عنا. للأسف. أذكر مرة كنت في التبت، و يعني قابلت واحد يعني شغال يقابل أجانب وشغال في القطاع السياحي، فيقول له عربي، يقول لي فين؟ يقول أول مرة أعرف يعني العرب. يقول لي: "فينكم من أفريقيا؟ يعني فينكم من أفريقيا؟" كنت في في كينيا وفي بعض القرى في كينيا. يقول: "أنت من فين؟" أقول لهم: "أنا عربي من السعودية." فيقول لي: "يعني فينها من دبي؟" إمم. لأنه يسمعون كثير عن دبي. فزي هذه الأشياء موجودة. هذا الكلام قديم، لكن الحين أتوقع أن الوضع اختلف كثير مرة. إمم، 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 إمم. أتوقع أذكر كنت شُفت، أنا أكلمك في بوليفيا. وبوليفيا يعني ذكرت لك كيف سكان أصليين، ومن أقل الدول أمريكا اللاتينية يعني احتكاكًا، ويعني وأكثر نسبة سكان أصليين. حتى إلى الآن عقائدهم، وفي شيء ذكرته عنهم كثير ما ودي أكرره في هذا اللقاء، لكن حتى عقائدهم شركية قديمة، ديانات قديمة، لغات قديمة. فأذكر مرة إني كنت ماشي وباقي عندهم الCD والDVD، وأشوف أطالع شاشات حاطين يبيعونه، وأشوف مثل مشهد مصارعة حرة. أشوف هذا اللي في السعودية، هذا اللي الناس تكلم عنه قبل فترة بتويتر. ثاني يوم ثالث يوم لقيته مدبلج بلغتهم، موجود في بوليفيا. فالحين ربما يعني استغلال بعض القوى الناعمة وهذه الأشياء، بدأ العالم يعني يشوفنا بشكل أفضل. إمم. يعني يعني أتوقع إنه هذا الشيء مع الوقت يعني بيتحسن أكثر.